مجال ثاني تردي تحكي؟ أكيد. نعم. والآن مع الأستاذ الشاعر الأخ سعد الدين شاهين، فليتفضل مشكورا ويا حياك الله. شكرا أخي العزيز. مساءكم بحجم الوطن، بحجم القيود المتكسرة في أيدي الأسرى الفلسطينية وأسرى الأمة العربية جمعاء. سأحاول أن أتنقل في قصائد قصيرة. الغاث من فاي القلب ومملكتي حلم، والخاتم في الصورة نقش، وبهدب العين أوسده وبكحل الرمش، بخطوط الكف اليمنى وحدي واليسرى طيش، لكن الفنجان المقلوب يشير بأن وراء الأكمة جيش. في المنفى أحلم ما شاء إلي العيش. قالت أمي أضغاث ومضت تقرأ آيات وتتمتم يا الله. ما معنى أن يحمل وطن عربي في نعش؟ ما معنى أن تصدق كل فناجين الساسة وتضيع الدار مع الحوش؟ وأبي حين استيقظ عض على شفة الصحو وقال: لا تقصص رؤياك على نار تسعى في كومة قش. سأقرأ مقطع من السيرة، وهي كتاب كامل، مشروع كتاب كامل شعري. قالت لي الكيمياء وقد جاء أمي مخاض الولادة من تحتها، سترجع فاحفظ إلي خطاك. فقد يقطع شجرا مثمرا في الطريق اشتباك، وقد يهدم قبة جنزوا قمرا تحتها كان يسهر حتى يراك. وقد يقتل الوقت كي لا تدور الدوائر فيهم، فإن مدى فيه بوصلة الوقت نحوك تنذرهم بالهلاك. فإن هنا قطب بوصلة لا يشير لغير هناك، هي الآن ضرب من القتل والانتهاك. فخذ معطف الدرب واجدد إزار المسافات واسكن ظلالك، إن الطريق التي أنجبتك استعارت خطاك. هناك كانت بساتين من لوزها يشرب العاشقون ويرتادها الصالحون الرعاة، ويولد في ظل زيتونها صبية يشبهون البلاد، وأشبههم عندما نلتقي بعد كل اجتياح وعند احتدام العراك، وأشبههم في المنافي البعيدة إذ يفلتون من الموت في جبها، والقوافل بين المفازات فيها سفائن ترسو على مهلها دون ما مستقر. وأتبعهم حين مرت عليها القوافل سيارة في طريق الحجيج مرارا، ولكنها لم تصادف دلاء على بئرها وهي ظمأ، وما كان في البئر غير دم من سواك، وما كانت البئر إلا عيون الطريق إلى وطن منتظر. هنالك خبرني الليل والكيمياء وما في المحيطات عن موجة كان يمكن أن ترتخي كي تلامس قعر الحياة بماء البحار، ونوفي على غيهب الذاريات احتمال السفر. وأوجاع نزف قديم لبعض التعاويذ نقرأها في ختان المواليد في كل حول، وحين يكيد الرعاة لأغنامهم في السنين العجاف، وحين النذر، وحين يكون سلاما على مطلع الفجر حتى تؤوب وتنزلق الشمس في خدر أم الذي غادرته على هجرة القلب دون مراسيمها للوداع، وما آن للقلب بعد المجازر أن ينفطر. هي الأم